حالتنا ما بقى عم نستخدمها حضرتك. هلا البلدية قصتهم شوي كبيرة. كثير أسئلة بعد ما طرحناها. صح. ضيف مع سحر، لقاء أسبوعي مع ضيوف ومواضيع متعددة بأغلب المجالات الحياتية. ضيف مع سحر، إعداد وتقديم سحر الغريب، كل ثلاثة الساعة 12 الظهر عبر صوت الحرية. يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر أثير إذاعة صوت الحرية. حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج ضيف مع سحر، معي أنا سحر الغريب إعدادا وتقديما، وفي الإخراج الزميل علي قبلان. موضوع حلقتنا لليوم كتير مهم، وهو عن الوعي واللاوعي، وكيف يؤثر على تصرفاتنا، يؤثران بالأحرى على تصرفاتنا وأيضا على اتخاذ قراراتنا. مع ضيفة حلقتنا المعتادة الكوتش حنان الدنا، مدربة حياة وأيضا مدربة علم أعصاب وبرمجة لغوية عصبية. أهلا وسهلا فيك كوتش حنان، ضيفتنا المعتادة. بونجور لك. سعد صباحك حبيبتي. كيف كانت اليوم الطريق؟ تمام. لا عن جد تمام الطريق. نحن وصلت على قد أنا هلا. كوتش حنان، خلينا نعرف المستمعين أو نرجع نذكرهم بمدرب الحياة، مهماته شو هي، أيضا مدرب علم الأعصاب، هيدا شيء جديد أول مرة بنسمع فيه، أو البرمجة اللغوية العصبية، ما بعرف إذا هو مرادف. خبرينا أكتر. بداية سحر يعطيك ألف عافية واسم الله عليك قمر كأز يوجوال. تسلمي. تنعرف بالكوتش بشكل عام، مثل ما ذكرنا قبل وحكينا عنه انه الكوتش لازم يكون عنده بعض الصفات اللي بيتميز فيها. تنحكي اول شيء شو لازم يكون بيتمتع الكوتش، شو هي الصفات. نعم. اولا طبيعي لازم يكون عنده الكوميونيكيشن سكيلز اللي هن لازمين. بده يكون جود listener، مستمع فعال. بده يكون قادر يفهم السلوك البشري وأنماط التفكير. هيدا مدرب الحياة عم تقصدي فيها؟ اوكي. هلا نحن عم نحكي عن اللايف كوتش بشكل عام. اوكي بس بنرجع بنتطرق لانواع الكوتشنج وغيره. نعم. بده يكون قادر انه يحفز، يكون عنده قدره على تحفيز التفكير العميق على للكلاينت اللي قباله. فينا نعتبره اذا بدك الكوتش هو مرايه بيقدر الشخص يشوف من خلالها كل شيء هو منه قادر يشوفه بحاله. لانه اللايف كوتش، وهيدا الغلط اللي كتير يمكن هلا عم بيصير هالفتره، هو ما بيحق له انه يعطي نصايح وما بيكون عنده هو حلول جاهزه. اللايف كوتش بيشتغل كيس باي كيس، وبلس لازم يكون عنده تعاطف وما يكون عم يصدر اي احكام. بده يكون عم